قولي لنا قاعد ان شاء الله اسوي شيء صح. يعني يعطيك الراحه الدافع والراحه النفسيه اكيد. يعني هذا شيء يعني يمكن اليوم يعني يمدك في مثل الطاقه وتقدمين عطاء اكثر. انت تشوف ناتج عملك يعني إن هذا بحد ذاته اكيد فخر يعني الانسان يفتخر فيه يعني واحنا فخورين فيك في وجودك معنا ايضا. ودنا توصفين لنا مثلا يعني حاله صعبه يعني قمت في علاجها. والله الحالات وايد خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذا أنت جراح طوارئ اللي يلك عاد يعني من حوادث إطلاق النار، حوادث العنف العنف الشخصي وكذي. لكن أتذكر إن جت لنا حالة هي موظفة استقبال بعيادة بيطرية، وعزك الله يعني الحيوانات الأليفة لما توديهم العيادة ساعات يصير فيهم توتر. فكان في عزكم الله كلب كان بينقص نظافة أو شيء كذي، نهش خشمها. هي نهش خشمها وأكثر من مشكلة. شلون نرممه؟ وياي أنا عرسي بعد 5 أشهر أو 6 أشهر. زين أجري العرس لأن الجراحة راح تطول. أنا والدي عنده مرض عضال وما أتوقع إحنا راح يعيش هالكثر، وأنا أبي يعيش. فمن خلال إن قعدنا ويعني يعني بينا لها إن هالجراحة الترميمية لها أكثر من مرحلة وأكثر من مجال. هي كانت أنا أبي على الأقل أبي خشم يعني أسوي فيه العرس، حتى لو مثلا نعدله بالميك اب. قلنا لها إن شاء الله وإن شاء الله نوصلك على هذا.